انا قبل ما اقول لك على الحل محتاجك بانك انت تفهم الحقيقه المره. الحقيقه المره ان الشباب في الجيل ده بقوا ما عندهمش وقت اصلا بان هم يحلموا ويحطوا اهداف لنفسهم. ليه؟ علشان وقتهم كله، يعني الوقت بتاعهم كله بقى خلاص بقى مليان بمليون حاجه، في مليون تشتت. الوقت كله بقى متقسم عباره عن 8 ساعات شغل. ده لو انت مثلا بتشتغل شغلانه 8 ساعات، في شغل 12 و10 ساعات. انت عندك، تعالى نفترض مثلا ابسط حاجه 8 ساعات شغل، وعندك ساعتين مواصلات رايح جاي، كده عندك 10 ساعات، وعندك 8 ساعات نوم، كده يبقى 18 ساعه ضاعوا من يومك من غير اي انجاز خالص، يعني شغل ونوم بس. كده يتفضل من 24 ساعه 6 ساعات. عندك من النوم بقى ال6 ساعات دول من نوم اكل وشرب، ومع انك انت مثلا تقعد مع اهلك شويه وانت بتاكل، ومع قضاء الحاجه، مع انك انت تمسك التليفون وتقعد شويه على السكرول على الفيسبوك ولا انستجرام. هتلاقي ان اليوم خلص، تنام تقوم تكرر نفس اللي انت عملته امبارح ونفس الروتين. طب ما عندهمش وقت ان هم يحلموا ولا يحطوا لنفسهم اهداف. طب وانت لما انت تيجي مثلا تقول لهم على الفكره وهم يقتنعوا بيها، يقول لك ماشي، انا علشان احلم ولا احط هدف لنفسي محتاج ان انا اجري وراه، محتاج ان انا اسعى ليه، والسعي ده محتاج وقت. طب وانا فين الوقت علشان اسعى الحلم اللي انت بتقول عليه او الحلم اللي انا حلمته؟ طب انا اجيبها من اخرها وما احلمش واعيش زي بقيه الخلق زي ما عايشه؟ يعني ما كانش انا اول ولا اخر واحد يعني عايش عادي يعني. اقول